انا سالت بره في شركات كتير، وسالت على الاسعار، وسالت حتى على الخامات. بصراحه اللي خدته من شركه الطيبين لما سالت عليهم، لما اتصلت عليهم بالتليفون، ادوني المواصفات اللي انا محتاجها فعلا. حتى السعر اللي انا سالته اجبرني ان انا انزل واسال واشوف. لما جيت هنا بصراحه لقيت الشباب هنا، الناس قايمه وقايمه بالعمل، ما شاء الله، شغل من القلب. في شركات كتير طلعت على السوشيال ميديا، ويعني مش هقول قلدت، هنقول يا سيدي جربت الافران للناس زي ما احنا بنعمل. هي عملت زي ما احنا بنعمل، وبتتكلم عن الرغيف وبتشكر في الرغيف. احنا ما بنتكلمش ولا بنشكر في الرغيف، احنا بنسيب الرغيف هو اللي بيتكلم عن نفسه. اللقمه نفسها هي اللي بتتكلم عن نفسها. لا بنقول اللقمه دي ذهب، ولا بنقول الماس، ولا بنقول اي حاجه. اللقمه هي اللي بتتكلم عن نفسها، وصاحب المعده هو اللي بيعمل اللقمه نفسها. بناء على طلب الجماهير النهارده بيتم تسليم الفرن الاكثر طلبا في شركه الطيبين. لما يكون مواصفات وسعر وجوده في الفرن ده، طبيعي لازم يكون الطلب عليه بشكل كبير جدا. الحمد لله والفضل لله، النهارده بيتم تسليم عده كامله للاستاذ حامد من مدينه طنطا محافظه الغربيه. العده الكامله مكونه من سير 3 متر ونص، عجان 50 كيلو، 40 طاوله، زائد الخلطه والاستنداد. هنعمل لقاء مع الاستاذ حامد من مدينه طنطا محافظه الغربيه، هنعرف منه رايه في شركه الطيبين، وهنعرف مواصفات الفرن اللي معانا من الالف للياء، الفرن الاكثر طلبا، الفئه الثانيه من شركه الطيبين. تابع معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد على شركه الطيبين. الحمد لله والفضل لله دايما في نجاح، والنهارده بيتم تسليم فرن السير 3 متر ونص او عده كامله للاستاذ حامد من مدينه طنطا محافظه الغربيه. فرن السير اللي معانا مواصفاته كالتالي: اول حاجه الفرن طوله 3 متر ونص، الابو الخاص به ابو حديد حمايه استانلس، الحصيره الخاصه به حصيره ماركه النجمه 75 سم، التروس الخاصه به السير تروس ليزر، الشاسيه الخاص به السير شاسيه 12 سم سماكه 4 مللي، العزل الخاص به السير عزل من بدايه الشاسيه لنهايه الشاسيه عزل 10 سم، العجل الخاص به السير عجل تركي. اما بالنسبه للولاعات فبتشتغل على الغاز الطبيعي، انبوبه الغاز الطبيعي. عندك الموتور الخاص به 1 حصان، والجيربوكس مصانع حربيه. ودلوقتي مع الاستاذ حامد صاحب العده اللي استلمها النهارده. اهلا بك يا استاذ. الاول الف مبروك، الله يبارك فيك، ربنا يجعلها فتحه خير عليك. امين يا رب. في اسئله ناس كتير حابه تعرفها من حضرتك، بناء على ان حضرتك جيت وتعاقدت مع شركه الطيبين واستلمت العده اللي اتكلمنا عنها في فيديوهات قبل كده. مظبوط. في البدايه الفرن ده هو الفرن الفئه الثانيه، والفرن الفئه الثانيه ده الاكثر طلبا في شركه الطيبين. ناس كتير بتطلبه عشان حاجات معينه، جوده ومواصفات وسعر. مظبوط. جودته عاليه، المواصفات اللي موجوده فيه مواصفات كامله، والسعر الخاص به سعر مناسب للجميع. الاول هسال حضرتك،
لشركه الطيبين؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. انا سالت بره في شركات كتير وسالت على الاسعار وسالت حتى على الخامات. بصراحه اللي خدته من شركه الطيبين لما سالت عليهم، لما اتصلت عليهم بالتليفون ادوني المواصفات اللي انا محتاجها فعلا. حتى السعر اللي انا سالته اجبرني ان انا انزل واسال واشوف. لما جيت هنا بصراحه لقيت الشباب هنا الناس قايمه وقايمه بالعمل، ما شاء الله شغل من القلب. ما شاء الله برضو حتى السيور زمان ما كانش فيها الابواب اللي كان طبعا الفران لما كان بيقف درجه الحراره كلها كامله كانت بتطلع عليه. دلوقتي في عوازل. خد بالك دلوقتي ما شاء الله لقيت جميع المواصفات اللي موجوده في شركه الطيبين. حتى السعر انا انبهرت، حتى ما حبيتش حتى اني افاصل، لان لقيت بره الموضوع خرافي ومش بنفس الجوده اللي موجوده في شركه الطيبين. كنا في البدايه في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا وقلنا اللي بيميز شركه الطيبين ان شركه الطيبين بتسلمك اللقمه قبل ما تسلمك العده. وفي شركات كتير، لحظه، في شركات كتير طلعت على السوشيال ميديا، ويعني مش هقول قلدت، هنقول يا سيدي جربت الافران للناس زي ما احنا بنعمل. هي عملت زي ما احنا بنعمل وبتتكلم عن الرغيف وبتشكر في الرغيف. احنا ما بنتكلمش ولا بنشكر في الرغيف، احنا بنسيب الرغيف هو اللي بيتكلم عن نفسه. اللقمه نفسها هي اللي بتتكلم عن نفسها. لا بنقول اللقمه دي ذهب ولا بنقول الماس ولا بنقول اي حاجه، اللقمه هي اللي بتتكلم عن نفسها، وصاحب المعده هو اللي بيعمل اللقمه نفسها. فدلوقتي يا استاذ حامد عايزين نعرف يعني المنتج اللي انت استلمته او اللقمه بناء اللي انت حضرتك دلوقتي انت اللي عجنت وخبزت، واللقمه اللي طلعت، ايه رايك في اللقمه اللي طلعت وشغل؟ انا راضي رضا كامل وبحط نفسي مكان الزبون اللي هيجي في وقت من الاوقات يشتري مني. انا راضي رضا كامل. الله يبارك لكم في شغلكم، انتوا فعلا الشغل من القلب والرغيف فعلا والله طالع من القلب. الله يبارك اقدر اقوله. الله يبارك لك. الله يصلح. في اي مشاكل قابلتك بامانه؟ لا انا برضو عشان لو في اي مشاكل قول. انا مش الكلام ده قدام الناس، انا مش هشيل من المونتاج. والله انا لما جيت ما كانش عندي ربع درايه نهائي ان انا اصلا هخبز واعجن هنا. انا كنت جاي ان انا هشتري العده وامشي. لا دي الشركات التانيه مش هنا. والله ده اللي كان انا ما كنتش. انا اتفاجئت اصلا بان انتم بتقولوا لي اعجن وطلع وجرب سيرك. انا اتفاجئت. لازم تجرب لازم تجرب العده قبل ما تشتري. بالفعل ربنا يبارك لكم. انتوا ناس يعني عندكم ذمه. في ناس كتيره مش موجوده ما لقيتهاش. الله يبارك لك. فما شاء الله سعر وجوده مش هتلاقي لكم منافس بعد كده ان شاء الله باذن الله. النصيحه الاخيره تنصح الناس بالتعامل مع شركه الطيبين؟ ده انا انصح ان الناس ما تتعاملش الا مع شركه الله يبارك لك. الله يعزك. الله يعزك. ده كان فيديو النهارده من شركه الطيبين. ان شاء الله في تقدم وازدهار في شركه الطيبين، ونتقابل في تسليمه جديده من شركه الطيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.